نهاركم زين، نهاركم طيب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. وش حوالكم البنات؟ شري صحتكم؟ ليكم وحشه والله، توحشتكم ياسر ياسر. ولفتكم والوالف صعيب. اليوم حبوباتي جبت لكم هذه الوصفه، وصفه هيلوله هيلوله، اللي هي نقول لكم ولا نزيد شوي، اللي هي الفريكاسي التونسي. دوك نحكيو شويه تونسيه وسي كوم هو تونسي، نحكيو شويه تونسيه. لهنا مكونات موجودين امامكم. احنا نبداو بالفرينه نتاعنا اللي هي 3 كيسان. شوفوا لهنا الكاس هذا 3 كيسان فرينه. بالكاس هذا نحطوا 3 كيسان فرينه، يعني سهله ماهله. هذه راهي سهله خلاص. ولهنا عندي ملعقه كبيره خميره، نحطوها منها على جنب. وعندنا لهنا الملح ملعقه صغيره ملح، ما تنساوش باللي نحطوها من هيه الملح باه ما يتخلط لناش مع الخميره. وعندنا 4 ملاعق زيت، 4 ملاعق زيت، يعني حوته كامله زيت. شوف ما كتروش احنا الزيت ياسر، علاه باسكو كما تعرفوا الفريكاسي يكون مقلي. الماء نبداو نضيفه بشويه، الماء ها هو وين الماء، ما دافي يعني ماهوش سخون، ماهوش، نضيفه بشويه ونبداو نخلطوا فيها مع بعضنا بشويه بشويه، يعني طريقه سهله خلاص. نبقاو نضيفوا في الماء بشويه بشويه حتى نحصلوا العجينه متماسكه مليحه، ماهيش طريه وماهيش يابسه. هكا بالطريقه هذه حتى نكملوا. انا راح نقطع شويه تصوير. لهنا العجينه تاعنا البنات راهي قاعده تتعجن، باسكو ما قدرتش يعني نبقى ما نصورش، لازمني بقى نصور باسكو الفريكاسي يتركز على العجينه تاعو، باسكو الحشو هذاك راهو ساهل. مش حبيتو تعملوا ساهل، يعني دوكا تشوفوا حشو بسيط لا اي وحده تعرف تعملو، اما فيه سر صغير دوكا نقوله لكم. بصح العجينه تاعو كي تكون مليحه وش ما تعملوا راح تجيك مليحه. على هذاك قلت لكم نظن راهي تعجنت. نركزوا احنا على العجينه، تعجنت لنا العجينه، ها هي وين. او لا لا، شوف ها، شوف ماهيش تتلاصق، ماهيش تلصق لنا يعني في يدنا. ها مليحه القوام تاعها مليح. هنا واش نعمل انا لهنا، انا راح نخليها تعاود ترتاح شويه، نغطيوها ونخليوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم تاعها. ونروحوا للحشو الوقت اللي هي قاعده تطلع عنا، نبداو في الحشو تاعنا. حشو ساهل، نغطيوها ونخليوها. اما بالنسبه للحوش يا البنات لهنا شوش عملت شويه تاع بطاطا، قطعتها كريات صغيرين كما تشوفوا فيهم، حطيتها شويه تاع ماء وملح ونخليوها تغلي طيب، يعني نطيبوها مسلوقه في الماء كما نقولوا احنا، ما تخليوهاش تهبالكم ياسر. وشويه الاخر كيف نفس القصه قصيتها مع بعضها، مي هاد ما راح نقليهم باسكو كاين من ولادي اللي ما يحبوش فريكاسي بطاطا شرشم كما نقولوا احنا، يحبوها طيبه في الزيت. شوفوا البنات العجينه كيف ما طلعت لي ضعف الحجم نتاعها، يعني ما راحش نعجنوها لهنا، غير واش نعملوا نبداو نطبعوها وخلاص. نزيدوا فيها غير شويه كما قلت لكم، ماهيش طريه، ندخلوها شويه في بعضها باش نبداو نقرصوها ونشكلوها. انا راح نشكلها بهذا بالقالب هذا. شوفوا هذا كبير مي، وعلاه انا اخترته كبير؟ اولا بنتهنى عمره، ثانيا كنا نعملوا واحد صغير لو طون هذاك اللي نطبع زي هكا انا نهز، وبعد تلم لي هكا صغيره نولي نعاود نحل فيها بيدي، يبان هكا مره واحده حتى كي تتقلص تولي صغيره معليش. ونعملوها كيف بشكل واحد اخر درك تشوفوه، يعني ساهله ماهله. ونبداو نحلو فيها طريقه سهله خلاص. نرشوا شويه فرينه، هاو راح علينا الضو ديجا. شوفوا احنا عندنا لهنا الضو واش نقول لكم دايما يروح، دايما مانيش عارفه واش هو المشكل. ان شاء الله راكم تشوفوا فيا مليح. ونبداو نحلو العجينه كامل، انا نحلها ونولي لكم. حليت هذيك العجينه كامل ونبداو ما نعملوهاش رقيقه ياسر. شوفوا البنات، شوف ها هي وين، شوف
كي كملتها شوف كيف ما يعني تجيني سوسوه جات صغيره خلا. سي بور سا انا نعملها هكا. حلوها غير شوي. شو الخش نتاعها لازم تكون خشينه شويه زي هكا، سينو لو كان تكون رقيقه راح تتكسر لكم. نطبعوهم كاملين. وهذه هي الوصفه بنينه تقتل تقتل تقتل. اي هذه هايله في تونس في الصيف نموت عليها انا. لا هنا نزيدو نعاودو نفرشو لها هذيك على نار، نخليوها تطلع لنا شوي، نتحفوها هكا شويه، نزيدو. شفتوا قلت لكم باللي تتلم نعاودو نحاولوا ان نطوطوها كامل، خليوها تطلع بها تجينا هايله. نعاود لكم هاو الارتفاع نتاعها قد ما علاه باه ما تجيناش يابسه. من بعد لو كان تكون رقيقه ياسر ما راحش تتحللنا، راح ما راحش يعني تتنفخلنا. ولو كان كيف تكون خشينه ياسر راح تجينا عجنه تجي فيها هذيك البابه ما راحش كيف تجي مليحه. بالنسبه للعجينه هذه اللي بقات انا نعاود نلمها، نعاود نعجنها، ندخلها كامل في بعضها ونديروها الشكل مخالف للشكل هذا. هذيك العجينه اللي بقات عجنتها شوي ومن بعد نحطوها في ساشي ولا في بابي، هذا بابي الورق الشفاف، نخليوها عليه باه من بعد تقدر كيف ما نقول لكم طوعنا نجمو نخدموا بها. ودركا نوليو لهذيك العجينه انا حليتها كما تشوفوا فيها، ونبداو نقسموا فيها احجام كيف هكا. خلوها شويه بالطريقه هذه. يعني قلت لكم اللي تحب فيسع تعمل هذيك اللي شفتوني طبعتها تعمل هكاك، واللي ما تحبش تحب الطريقه هذه تعمل وشي هو هذه زروبي هذه فيسع. ما احنا عصر السرعه نلموهم نلويوها هكا قوم يدخل فيها الهواء. هذه الخبازه يخدموا زي هكا، ودوكا لي زونسيان هم يخدموا هكا باش تجيهم. ولهنا دوكا بعد ما لويتهم كامل هاكي تشوفي حبيبتي نديروه زي الخبزه صغيره، يعني بتي بان نديروه شويه بالقراص شويه برك كامل نحطوهم. الوقت اللي الزيت يسخن لنا باش نطيبوا الفريكاسي نتاعنا كما قالوا خيامنا توانسه، نبداو في الصلصه نتاع الصلصه اللي هي الزيت تاع الطون نفرغوه جمله واحده نصفيه هذاك الطون كامل. ولهنا عندنا هريسه وشويه نتاع الماء شويه نتاع الزيت وهذوما لي زيبيس. لهنا تابل كامل مخلط كمون وكرويه وتابل شويه نتاع فلفل اكحل، نحطوهم شويه نتاع الملح والهريسه بيان سور نحطو. هذا هو السر نتاع الفريكاسي. ونحطو الزيت هذاك نتاع الثوم وشويه نتاع الماء ونخلطو حتى نتحصلوا على صلصه واش نقول لكم تقتل. هذا هو. انا لنا راح نزيد لها شويه نتاع الماء باسكو جاتني ثقيله، ونزيدو نخلطو مليح. يعني لهنا دات لي فنجان تاع ماء. هي الصلصه، واللي حبها ثقيله يخليها هكا، اللي حبها خفيفه يضيف لها شويه نتاع الماء. وهكا هو. لهنا البنات باش نبداو نقليو. بعد ما سخن لنا الزيت مليح نقصت النار وحطيناها على نار قليله. لازم على نار قليله باش تطيب لنا، يعني الطيب هايله هكا حتى نبقاو نديروهم كامل حتى نكملوهم كي شغل رانا نطيبوا في اللي بيني. كيما قلت لكم على نار قليله باه ما يتحرقوش وما يبسوش وما يطيبوش غير. البنات انا لهنا لافاغ تاعي اللي راح نعملها واجده. عندي لهنا بطاطا مقليه وشويه هذيك طايبه في الماء، عندنا شويه زيتون اخضر وكحل، وعندنا لهنا عظام طايبه في الماء وقطعتها بالموس يعني طروفه. ولهنا هذيك الصلصه اللي عملتها معاكم وشويه نتاع الطون. بالنسبه لهذا الفريكاسي تاعنا بعد ما نقليوهم حبيت نعطيكم لاستيس هذه بركه، راني نزرب عجل الوقت. بعد ما تكملوهم غير طيبوهم دائما غطيوهم بهاد منديله تكون معصوره مليح، باسكو كاين نوعيه من الفرينه كي نقليوها تيب سنه يكون فيها مخلطه لينا شويه بالنشا بالمسطوره، يعني
تشيحلنا ديك تشيحلنا هذوك الفريكاسي تاعنا يجيونا يابسين. يبا احنا تلمو ما عمبناش اسكو فارينه دي مخلطه ولا لا. دائما اعملوا حسابكم باش تبقى لكم طريه كيما راكم تشوفوا. شوف تولي تبقى لنا طريه. هذه هي لاستيك. ودركا البنات هاهما وين نهزوا الحبه تاعنا تاع الفريكاسي ونحكموها بالمقص كيما تشوفوا فيها. كيما نعملوا هذوك لي بيني تاعنا الحلوين نعمروهم بالكونفيتير. شوفوا لهنا ها شوف كيف ما فارغه خلا ما فيهاش كامل بابا. ها هايله وطريه او ميم طون. شوف دركا نبداو. اول ما نبداو نعملوا الصلصه تاعنا نعمروها بالصلصه. يا ربي غير تكمل لنا التصوير بركه. ونعملوا هذيك البطاطا. لهنا راح نحط شويه بطاطا هذيك المقليه. يعني عملتهم كبار شويه بالدمه. ونعملوا شويه نتاع البيض. ها هما وين. ونزيدوا نحطوا شويه نتاع الثوم. ونحطوا زيتون دي نوايتي باسكو هذوك فيه العلفه. ماذا بكم اخواتاتي تردوا بالكم سيرتو كي يعود واحده عندها الاخت اللي يعود عندها الزيتون هذاك اللي مخدوم في الدار تجيك مبن على بنه. ونزيدوا لها شويه نتاع هاد الصلصه. كبر. هذه تجي بالطريقه هذه باسكو كبار يجيو مغطيين خلاص. ودركا نعملوا هادو الخبيزات اللي يجيونا بالطول كيف كيف. يعني نقص قدامكم باه تشوفوهم. شو شو ما همش خلاه معجنين. نعمروهم كيف كيف بالصلصه تاعنا كيما قلت لكم. تحبوا تخفوها تحبوا لا. وتحطوا البطاطا على حساب واش حبيتوا. كاين اللي يحطوا فيه سلطه واش ما حبيتوا حطوا حبوباتي. دائما الزيتون دي نوايتي هو تحطوه من تحت عجل سنيناتكم. نزيدوا شويه نتاع الطون. نزينوا بالحبيبات تاع الزيتون بهذه الطريقه هكا واحنا متحصلين. وليك انا نكملها مكملين خواتاتي ونولي لكم. البنات الفريكاسي تاعنا حاضر باش الحمد لله وجدناه وكملناه. ان شاء الله يعجبكم. هذا هو على شكلين عملته. هذا يعني بتي بان كيما تشوفوا فيه كيف كيف عملته مدور. لهنا شوفي اختي راهو معمر بالدمه. وهذه راهي طريه. هاي تشوفي كيما يحبها الخاطر. هاي ليك يعني هايله. مي وش هو ما تنساوش حبوباتي. ما تنساوش تحطوا لي فريكاسي تاعكم بعد ما تقليوهم في ان بلا وتغطيوهم بسيرفيات منديه كيما وصيتكم باسكو الفارينه ساعات تكون مخلطه بالمايزينا عادك تشيحلنا. واش بقى لي غير اني نقول لكم ما تنساوليش الجام البنات. ما تنساوليش زر الاشتراك دعاوي الخير لانه هذه قناتكم ماهيش قناتي. دعمكم ليا يفرحني. رايكم يهمني كثيرا كثيرا. وما تنسونيش بالتعليقات. حبوباتي دمتم سالمين وفي رعايه الله مع وصفه جديده. وما تنساوش الصلصه قبل ما يروح لنا الصلصه لانه هذه سر البنه نتاع الفريكاسي وسر بنه الفريكاسي التونسي. باي حباباتي مع الف سلامه. دمتم سالمين.